السلام عليكم. ركزوا معايا مزيان حيت هاد المرة كيبان أن الأمور مختلفة تماما. من بعد الهجوم الواسع اللي تعرضت له إيران، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات قوية شدت انتباه العالم كامل. ترامب قال بأن العملية العسكرية كانت ناجحة بشكل كبير، وأكد بأن الضربات اللي توقعت أدت إلى مقتل عدد من القيادات اللي كان كيتوقع أنهم يقدروا يتولاو مناصب مهمة داخل النظام الإيراني. وحسب كلامه اللي وقع ممكن يكون أخطر تغيير في بنية النظام الإيراني منذ أكثر من 40 سنة. هذا التصريح خلى بزاف ديال الناس يتساءلوا واش فعلا إيران تلقات ضربة قوية لهذه الدرجة، ولا أن القصة مازال ما سالتش؟ السؤال الكبير اللي كيطرح دابا هو واش المواجهة فعلا سالت، ولا اللي وقع غير البداية ديال مرحلة أخطر في هذا الصراع؟ في المقابل كاين تقارير كتقول بأن إيران كانت متوقعة هذا السيناريو من قبل ووجدت خطط للرد. بعض المصادر كتقول بأن الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ديالها كانوا في حالة استعداد وكأنهم كانوا كيتسناو هذه اللحظة. وماشي غير هكاك، في الساعات اللي فاتت انتشرت رسالة تهديد مباشرة موجهة للرئيس الأمريكي نفسه، والرسالة كانت واضحة وقصيرة ولكن فيها معنى كبير. العبارة اللي انتشرت بسرعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت هي: غادي تلقونا فين ما كتوقعوش، هاد المرة كل شيء مختلف. هاد الرسالة نشرت عبر حساب كيتقال أنه تابع لجهاز الاستخبارات المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وبالنسبة للناس اللي كيعرفوا عالم الاستخبارات، فبحال هاد الرسائل غالبا ما كتكونش مجرد كلام. في الغالب كتكون رسالة مشفرة كتعني بأن الرد ممكن ما يكونش سريع، ولكن يكون طويل النفس ومعقد، ويمكن يظهر في بلايص مختلفة وفي أوقات غير متوقعة. المثير للاهتمام هو أن ترامب بنفسه بان وكأنه واعي بهذا الاحتمال، حيث بدل ما يعلن نهاية المواجهة أكد في تصريحات أخرى بأن العمليات العسكرية ممكن تستمر، وأن الولايات المتحدة غادي تبقى كتلاحق ما وصفه بباقي الأهداف المرتبطة بإيران. وفي أحد التصريحات اللي أثارت الجدل، قال ترامب بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت أكثر من مرة استهدافه، وذكر بأن هذه المحاولات كانت حتى خلال حملته الانتخابية سنة 2024. هذه التصريحات زادت شعلات النقاش في العالم كامل، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي فين الناس بداو كيعبروا على آرائهم بشكل كبير. كاين اللي قال بأن إيران خاصها ترد بقوة وما تخليش دماء القادة ديالها يضيع هكاك، وكاين اللي طالب بالانتقام واعتبر بأن اللي وقع ما يمكنش يبقى بلا رد. وفي المقابل كاين ناس آخرين كان عندهم رأي مختلف، بعضهم شك في المعلومات اللي كتنتشر وقال بأن بزاف ديال الأخبار والصور اللي كتدور في المواقع ممكن تكون مبالغ فيها أو ما مؤكداش بشكل كامل. أما ترامب